الفلوس بتغير النفوس. هو من ساعة ما القرش جري في ايده وهو شخصيته اتغيرت خالص. انت بقيت تعمل كده ليه؟ الفلوس غيرتك فعلا. وانت كنت بتقول الفلوس عمرها ما تغير بني ادمين. لا، الفلوس غيرتك اهي. لو انت بتعتقد في حاجة زي كده او بتقول الكلام ده كتير او حتى بتسمع الكلام ده كتير، كمل معانا للآخر. ناس كتير بتعتقد ان الفلوس ممكن تغير انسان، يعني تخليه يتنازل عن مبادئه وقيمه، او تخليه يتعامل بطريقة مختلفة، او تخليه متكبر، او تخليه ايا كان. وفي الغالب كلمة الفلوس غيرتك بتتقال لما شخص ينتقل من تعامل ايجابي لتعامل سلبي، من طريقة ايجابية لطريقة سلبية، فيقولوا اصل الفلوس غيرته. في الحقيقة الفلوس ما بتغيرش اي حد. الموضوع بالظبط زي ما يكون انت جبت عدسة مكبرة وبصيت على حاجة، فبدأت تشوف تفاصيل كتير فيها وبدأت تشوف أجزاء ما كنتش شايفها قبل كده. هل ده معناه ان الأجزاء دي ما كانتش موجودة أصلا؟ لا طبعا هي موجودة، لكن ما كانش فيه عدسة مكبرة تخليني أشوفها كويس، ما كانش فيه طاقة تخليني أشوفها كويس. الفلوس لما الإنسان بيمتلكها بيحصل ايه؟ بيحصل ان هي بتكبر الطاقات اللي جواه. لو انسان جواه طاقة خير وامتلك اموال، ساعتها بيقدر يعمل خير اكتر، وبيقدر يساعد اكتر، وبيقدر يعمل حاجات جميلة جدا، وبيقدر الخير اللي جواه يفيض على الجميع. ولو انسان جواه طاقة كبر وامتلك المال، بيبدأ يتكبر ويتجبر ويعمل افعال كلها كبر. كبر مش كبرياء، لان الكبرياء هو عزة النفس. لا، ده بيعمل عمايل كلها كبر، وبتبقى مشاعره كلها كبر، وبيتصرف مع الناس بطريقة غير لائقة. مش عشان الفلوس غيرته، لا، هو اصلا الكبر ده كان موجود جواه، والفلوس اظهرته. لان المال ده طاقة. المال طاقة قوية جدا، بتظهر اللي موجود جوه النفس. لكن هل هي بتكون السبب ان الانسان ده اتغير؟ لا. ايه المشكلة لما انا اعتقد ان الفلوس هي اللي بتغير الانسان؟ ده معناه ان الانسان ملوش ارادة، معناه ان الانسان ملوش عزيمة، معناه ان الانسان ملوش اي دور وملوش اي اختيار. انا دلوقتي معايا فلوس فهبقى كويس، مش هيبقى معايا فهبقى مش كويس، او العكس. لا، ربنا قال ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يعني انا صاحب ارادة التغيير، انا صاحب اني اختار هتصرف بطريقة عاملة ازاي، انا صاحب اني اختار هتعامل بطريقة عاملة ازاي. انا ممكن يكون معايا فلوس كتير جدا واختار اتعامل بكبر او اتعامل بتواضع، اتعامل بقسوة او اتعامل برحمة. ممكن ما يكونش معايا اي فلوس وبرضه بختار هتعامل ازاي. لما انت تفكر ان في عامل خارجي هو اللي هيخليك تتعامل بطريقة سلبية او بطريقة ايجابية، يبقى معناه انك بتنزع عن نفسك حق الاختيار الحر. يعني باختصار، المعلومتين اللي عايزة اقولهم ان اولا الفلوس مش بتغير النفوس ولا حاجة، الفلوس بتظهر اللي جوه النفس. الحاجة التانية ان مفيش اي شيء خارجي قادر ان هو يغيرك الا لو كان الشيء اللي انت هتنتقله هو موجود اصلا جواك، الا لو كان التغيير اللي هتوصله بذرة التغيير ده موجودة اساسا جواك. لو الكلام ده لمس قلبك شاركه مع غيرك.